لا يترك القرآن ولا يهجره من عرف قيمته وعرف حقه وقدره. حينما تعلم أن الحرف الواحد ب10 حسنات، وحينما يكون عندك عقيدة أن كثرة تلاوة القرآن ترضي الله عنك، وليس هناك شيء أعظم من رضا الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر، والرضوان لا يأتي بشيء أعظم من القرآن. خذها قاعدة أنك لن تجد شيئا ينتهي بك إلى رضوان الله أعظم من كتاب الله عز وجل. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلنا، أن يعيننا على ذلك وأن ييسره لنا. فاستدم قراءة القرآن قائما وقاعدا. وكان بعض الأخيار الصالحين زعيما في قومه، وكان لا تسقط له كلمة، ما عرف عنه يوم من الأيام أنه ردت له كلمة، ولا عرف عنه يوم من الأيام أنه خاف أو جبن أو أصابه الرعب، وهو يعني يفصل في أمور بعضها في الرقاب، خاصة في الأزمنة القديمة كانت حينما يتزعم الرجل على قومه يتزعمهم في أمور عظيمة. فكان لا يفتر عن تلاوة القرآن، تجلس معه فتذكر له حاجتك، فإذا انتهيت من حاجتك بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدأ بقراءة القرآن. الذي يستديم تلاوة القرآن يرى العجب العجاب. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه وخفي عنه أمر أبي موسى ماذا قال النجي؟ قال أتسأليني عن الذي يخرج من فمه كالشهب؟ فهي كالشهب على الشياطين، القرآن ما يستطيعه أحد، لا تستطيعه البطلة ولا تستطيعه السحرة. فاستدم تلاوة القرآن لن يتفلت من صدرك، وتجد بركته وتجد خيره. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا.